صباح الخير. بحكي لكم على السريع قصة شاعر سوداني عاش أغلبية حياته في مستشفى المجانين. ليش؟ هذا الشاعر قيل بأنه قال أبلغ بيت شعر غزلي في العصر الحديث تحديدا. قال انه في احد الشعراء السودانيين فقد عقله في اخر ايامه، فقرروا اهله انه هم يسافرون للخارج عشان يعالجونه. في المطار شاف سيدة جميلة جدا معاها زوجها، فاطال النظر فيها وزوجها تضايق، صار يبدأ يحاول يمنعه بس هو ما رد. قال بيت شعر: أعلى الجمال تغار منا، ماذا علينا إذ نظرنا، هي نظرة تنسي الوقار وتسعد الروح المعنى. أكمل دنياي أنت وفرحتي ومن الفؤاد إذا تمنى، أنت السماء بدت لنا واستعصمت بالبعد عنا. من سمع هذه الأبيات الأديب عباس محمود العقاد قال: مين قال هذه الأبيات؟ فقالوا له أنه هو شاعر سوداني اسمه إدريس جماع. قال لهم: طيب هو وين الحين؟ قالوا له: بمستشفى المجانين. قال: فعلا هو هذا مكانه، لأنه هذه الأبيات لا يقولها شخص عاقل. سفروه على لندن عشان يعالجونه. راح للمستشفى وأعجب كثير بعيون ممرضته، وبدأ يطيل النظر في عيون ممرضته، فخافت، فرحت اشتكت على مدير المستشفى انه قالت له هذا يطالع فيني بهذه الطريقة. قال لها: البسي نظارة سوداء. فايش قال لها إدريس؟ هنا قال لها البيت الأشهر: والسيف في الغمد لا تخشى مضاربه، وسيف عينيك في الحالتين بتار. من ترجموا بيت الشعر هذا للممرضة بكيت وتأثرت كثير، وصنف بيت الشعر هذا بالبيت الأبلغ في الغزل في العصر الحديث. قصة الشعر هذا جميلة جدا ومؤثرة جدا للأسف. في السنبات الجاية بقول لكم أشهر أبيات قالها إدريس جماع. شوفوا كيف وصف حظه: إن حظي كدقيق فوق شوك نثروه، ثم قالوا لحفاة يوم ريح اجمعوه، صعب الأمر عليهم ثم قالوا اتركوه، أن من أشقاه ربي كيف أنتم تسعدوه.